السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. عواشركم مبروكة. نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد المملحة اللي كتجي لذيذة بزاف، لي شوصو بالعجين المورق اللي سهل وبسيط بزاف، ما تحتاجوش تلويو وطويو بزاف باش يكون واجد معاكم. فتبعوا معي الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. وبسم الله على بركة الله نبداو الفيديو ديالنا بالصلاة والسلام على رسول الله، وبسم الله على بركة الله. اول حاجه غادي نبداو بتحضير العجين اللي غادي نحتاجو فيه 500 غرام من الدقيق الابيض اللي يكون منخول من قبل. عندنا زبده تقريبا غادي ناخذ غير 200 غرام ديال الزبده، يعني نص كيلو ديال الدقيق مع 200 غرام ديال الزبده. هذه فيها 250 غرام، غادي ناخذ غير 200 غرام. خديت هنايا واحد البيضه، فصلت البياض على الصفار. البياض غادي نطربو مع القليل من الخل، والصفار غادي نخليه على جنب باش غادي ندهن من الفوق. نطرب داك بياض البيض مزيان ونزيد عليه كاس ديال الماء ديال العنبه، يكون مجمد اولا يكون بارد يعني من الثلاجه. غادي نضيف هنايا واحد نصف ملعقه صغيره من الملح على داك الدقيق، والملح كتبقى على حسب الذوق. ناخذ هنايا 200 غرام ديال الزبده اللي تكون بارده، وغادي ناخذ الحكاكه. كنبقى ندوز الزبده في الدقيق ونحكها على هذا الشكل. غنستمر بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه كامله اللي عندي هكذا باش ما كتلصقش لكم الزبده في الحكاكه، وفي نفس الوقت كيتلبس داك الدقيق بالزبده. نخلط الدقيق مزيان مع داك يعني مع ديك الزبده، ونضيف عليهم ملعقه كبيره من زيت المائده، ونضيف حتى ديك الكميه ديال بياض البيض مع الكاس ديال العنبه. الا بالكم بان العجينه قاصحه فكتضيفوا الماء غير شويه بشويه، ولكن نصف كيلو ديال الدقيق راه كيجي نيشان مع كاس ديال العنبه، كتحتاجوا غير واحد المعلقه اولا جوج. غادي نستمر بنفس الطريقه. العجينه كتجي قاصحه على هذا الشكل، ما كتعلكوها ما والو، كتجمعوها غير باطراف الاصابع ديالكم. رشيت سطح العمل بالدقيق، وغادي نقسم العجين ديالي على جوج باش غادي نبدا الخدمه ديالو. ما كيحتاجش مني واحد الوقت طويل، قسمت على جوج غير باش تجيني سهله حيت سطح العمل عندي صغير. كيف ما كتشوفوا راه ما كتجي لا معلوكه لا والو، كتجيو دوك حبيبات ديال الزبده باينين. غادي نسرحها هكذا على شكل مربع، نتنيها المره الاولى كيف ما هو موضح في الفيديو. ضروري ترشوا مزيان بالدقيق حيت الزبده كتبدا تلصق لكم بسطح العمل. فمن بعد ما شكلته على شكل مستطيل او على شكل مربع غادي نتنيه على هذا الشكل، نديرو طبقه فوق طبقه كيف ما هو موضح في الفيديو، وغادي نقلبها للجانب الاخر. غادي نولي نسرحها ونولي نتنيها بنفس الطريقه. صافي كنثبتها يعني شويه بالمدلك، وكنوضعها في بلاستيك غذائي وكنخليها في الثلاجه على ما حضرت الحشوه وبردات. نفس الطريقه غادي نطلق العجينه ولا النصف الثاني من العجين، غادي نسرحو حتى يتحصل على واحد المربع كبير. نتنيه المره الاولى ونولي نسرحو، نتنيه المره الثانيه حتى هو غنوضعوه في بلاستيك غذائي وغنوضعوه في الثلاجه ونخليه حتى نبغي نخدم به. بغيتو توضعوه في الفريغو يعني ومن بعد عاد تخدموا به، يعني لقيتو اللي كتكونوا محتاجينه فيه كتجبدوه، فراه كيبقى لكم الاختيار. انا محتاجه يعني نفس النهار، داكشي علاش غادي نوضعو غير في الثلاجه على ما صايبت الحشوه ديالي وبردات، وغنبدا نخدم بها ان شاء الله. خديت مقلاة وضعت فيها بصله كبيره مشلضه خضراء، يعني بصله خضاريه مشلضه، وعندي كميه من الكرنب اولا ليشو اولا المكور، كل واحد كيفاش كيسميه. راه ما كيبانش في المذاق ديالو، يعني ما كيبانش بانه كرنب، بالعكس كيبان بحال البصله الخضاريه. غادي نشحرهم بالقليل من زيت الزيتون فقط، يعني ما غاديش نضيف واحد الكميه كثيره حيت مازال غادي نوضع الزيت ديال الطون اللي غادي نعمر به من بعد، اولا اللي غادي نضيفهم الحشوه من بعد. يعني غير كميه قليله من زيت الزيتون مع الزيت ديال الطون. كيف ما كتشوفوا الطون من بعد ما حيت منه ديك الزويته اللي كتكون فيه غادي نوضعوه على جنب، وغادي نشحر الحشوه ديالي. من بعد ما يطيب ليا شويه البصله مع الكرنب غادي نضيف ليها القليل من الفلفل الاخضر اللي مقطع حتى هو رقيق، كيبقى اختياري ولكن كيعطي واحد المذاق زوين. غير تقريبا واحد الفلفله صغيره. غادي نضيف عليهم القليل من الملح والقليل من الابزار او الفلفل الاسود، والتوابل كيبقاو على حسب الاختيار. الملح ما تكثروش منها حيت مازال غادي نضيفوا الزيتون كيكون مالح، والطون حتى هو كيكون مالح، يعني غير كميه قليله من الملح مع كميه قليله من الابزار. صافي من بعد ما يتشحروا مزيان غادي نخليهم يبردوا غير شويه، ونضيفوا لهم ديك العلبه ديال الطون ونحركوهم، ونضيفوا حتى القليل من الزيتون اللي مقطع رقيق على هذا الشكل. نحرك الكل جيدا ونخليوهم يبردوا مزيان. ضروري الحشوه ديالنا تكون بارده باش نخدموا بها. خديت هنايا العجين، رشيت سطح العمل مزيان بالدقيق، وغادي نطلق العجين ديالي على شكل مربع كيف ما هو موضح في الفيديو. نحاول انني نقادلو الجوانب، كنجيب شي حاجه باش غادي نعبر، وكنحاول انني نقطع نفس الاشرطه يعني بنفس القياس. صافي كيف ما كتشوفوا انا استعملت جراره، يمكن لكم تستعملوا سكين كيف ما يمكن لكم تستعملوا جراره ديال البيتزا عفوا، يعني اللي متوفره عندكم.
بالنسبه للسمك ديال العجين ضروري يكون غليظ شويه باش كيجيكم المورقات اولا كتجي هاد لي شوصون كيجيو زوينين. خديت هنايا كميه من الموزاريلا اللي حكيتها. كنوضع الحشو كيف ما هو موضح في الفيديو، كنخلي واحد المسافه وكنوضع الحشو وكنوضع الكميه ديال الجبن اللي كتبقى اختياريه وكنلوي كيف ما هو موضح في الفيديو. اكيد غنشارك معكم مره اخرى. وكنضغط عليه بالاصابع ديالي، كنجيب واحد القطعه اولا واحد الكاس وكنحاول انني نقطعهم باش يجيوني نفس القياس. الا بانوا لي بانهم محلولين من الجوانب فانا كنحاول انني نضغط عليهم. كناخذ كوردون وكنحاول انني كندير واحد التقيبات من الاسفل ديال لو شوسون ديالي ولا ديال المخبوزات ديالي باش ما كيتحلوش اولا ما كيتفرقوا عليش في الفرن. كيف ما كتشوفوا نفس الطريقه كنخلي واحد المسافه وكنوضع الحشو والجبن وكنضغط بيديا، يعني كنهز العجين فوق الحشو وكنضغط بيديا مزيان وكنقطع باستعمال ديال الكاس اولا القطاعه. نصبر بنفس الطريقه تنسالي الكميه كامله اللي عندي. بالنسبه للكميه ديال العجين اللي تبقات ليا اولا الكميه ديال العجين اللي كنت كنحيد من الجوانب، فكنت كنجمعها في واحد البلاستيك. صافي جمعتها مزيان، سرحتها، يعني ما علكتها ما والو، غير سرحتها وقطعتها هكذا على شكل دوائر. عمرتهم بالجبن وتنيت طرف على طرف. وضعت كل شيء الكميه كامله ديال الشوصون اللي عندي في اللاطه ودهنتها بصفار البيض. دهنتهم مزيان، ضروري تدهنوهم مزيان باش ملي كتدخلوهم الفران كيتحمروا لكم. خديت كوردون وحاولت انني ندير واحد الاشرطه كيبقاو اختياريين. فاش كيتحمر الشوصون ديالنا كيبقاو باينين، يعني دوك الخطوط بيضين كيبقاو باينين. خدمت غير بكوردون. ممكن لكم تخدموا بواحد السكين حاد، حتى كوردون صراحه راه كيقضي الغرض. ندخلهم الفران اللي يكون سخون من قبل على نار مهيله حتى يتحمروا من التحت ونشعلوا ليهم من الفوق حتى نتحصلوا على هذه النتيجه. صراحه راه كيجيو مورقين لذاذين بزاف. الحشوه سهله وبسيطه وما كتاخذش معنا واحد الوقت كتير، والاهم انها ما فيهاش مكونات كتير. هذا هو الشكل ديال المملحات اللي حضرت معكم اليوم. راهم كيجيو زوينين بزاف كيف ما كتبان لكم التوريقه من على برا. صراحه عجين مورق اللي ساهل وبسيط وكيعطينا نتيجه اللي هي هائله. نتمنى ان وصفتنا اليوم تكون نالت اعجابكم. نتمنى انكم تجربوها وتشاركوها مع الاصدقاء والاحباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم على مشاهده الفيديو. الى فيديو قادم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.